أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ممكن تبعتولنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وهنلاقي لها حل بإذن الله. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة. أنا اسمي معتصم، عندي 62 سنة، اتطوعت في الجيش فترة من عمري وتعلمت هناك كل حاجة عن الرجولة والشهامة والتأقلم مع أحلك وأصعب الظروف. فعلا هو مصنع الرجال. نسيت أقول إني خريج كلية آداب وكنت بكتب شعر، وكنت بحلم إني أتجوز عن قصة حب كبيرة بعد كل الشعر اللي كتبته. وبالفعل ارتبطت بزوجتي وقتها بعد ما عشنا قصة حب كل الناس كانت بتتكلم عنها، وحاربت أهلها عشاني لأنهم ما كانوش موافقين بيا نظرا إن في فرق في المستوى الاجتماعي، هم أعلى مني بمراحل. واستمرت الجوازة دي 7 سنين وربنا ما أردش إنه يرزقنا بالأطفال. وعلى الرغم من إن زوجتي اتحايلت عليا كتير إنها تفضل على ذمتي، بس أنا رفضت وقلت لها انتي أنانية، انتي ازاي مش عاوزاني أكون أب. وبالفعل انفصلت عنها وهي كمان اتجوزت، وعرفت إنها حملت بعد سنة واحدة بس. ساعتها بدأت أقلق وأصريت أتجوز بسرعة. اتجوزت بعدها بحوالي سنة ونص. مراتي التانية دي بقى كان في فروق اجتماعية بينا، بس المرة دي أهلي هم اللي ما كانوش موافقين لأنها من بيئة أقل مني بكتير. وبعد سنة ربنا رزقنا بطفلة جميلة جدا وشقرة. اتصدمت من أسلوب مراتي في التعامل مع البنت والعناية بيها، واتصدمت كمان من طريقة كلامها السوقية جدا وألفاظها. مفيش وجه مقارنة بينها وبين مراتي الأولى. كل يوم كنت بقعد أقول لها تتعامل مع بنتي ازاي وتعتني بيها ازاي، ومفيش فايدة ولا أي حاجة اتغيرت. وفي الأثناء دي ربنا رزقنا بطفل تاني شبه أخته بالظبط، وقلت لنفسي وزوجتي الحمد لله، ربنا رزقنا الذكر والأنثى، وكمان شقة جميلة مجهزة فيها كل الأجهزة الحديثة، وفي حي من الأحياء الراقية في القاهرة، وكمان عربية جديدة. كل اللي علينا بس الفترة الجاية إننا نركز مع أولادنا ونربيهم صح. للأسف بقى بدل ما تركز مع أولادنا لقيتها مع الوقت بتهمل فيهم أكتر، ولا تعرف كلوا إمتى ولا صحي ولا نايمين. وكتير كانت بتخرج تشتري حاجات وتسيبهم يتوهوا. هددتها إني هطلقها وآخد عيالي أربيهم بطريقتي، لكن للأسف قانون الأحوال الشخصية اداها الحق كأم حاضنة في إنها تفضل في مسكن الزوجية. وخلال الفترة دي طلقتها مرتين، وكان بيتدخل الناس وبنرجع تاني، لحد ما في يوم قعدت تتخانق معايا وتعلي صوتها عليا وتشتم أمي، وقالت لي بالحرف لو راجل وعندك كرامة طلقني. فطلقتها واديتها كل حقوقها، وسودت الدنيا في عيني. فلقيت نفسي فقدت كل اللي بنيته في شبابي وصحتي، حتى ولادي اتحرم منهم. ففكرت اني اسافر امريكا، وبالفعل قدرت اسافر وقعدت في نيويورك واشتغلت كل المهن اللي تخطر على بال. وكل ما بحاول اكلم ولادي يقفلوا السكه في وشي، رغم اني كنت ببعت لهم كل فتره مبلغ. في الظروف دي اتجوزت سيده امريكيه مسلمه فاضله، وحالتي الماديه اتحسنت كتير. كنت ببعت شيك كل شهر وبكتب عليه انه من النفقه اللي المحكمه حكمت لها بيها. ورجعت مصر يوم عيد ميلاد ابني ال11، واجرت شقه مفروشه قريبه من الولاد علشان اتابعهم في فتره اجازتي. وفوجئت بكميه كراهيه رهيبه تجاهي، وامهم كانت ماليه دماغهم باني مجنون ومش متحمل المسؤوليه. وفوجئت بان كل الفلوس اللي انا بعتها لهم امهم خدتها وعملت بيها شقه في بيت ابوها، وولادي ما استفادوش اي حاجه خالص بالفلوس دي. ولقيت هدوم ولادي مبهدله جدا، حتى بنتي اكتسبت سلوكيات سيئه من امها. قلت لهم مش هينفع كده، انتوا لازم تيجوا معايا امريكا. اول ما قلت لهم كده لقيت امهم بعتت لي هدومهم في اكياس بلاستيك، والحمد لله سافرنا سوا وقدمت لهم في المدارس. وزوجتي الامريكيه رغم انها بتشتغل وما عندهاش وقت فراغ الا انها كانت دايما بتهتم بيهم، وهم من نفسهم قالوا لها يا ماما، رغم انها شافت منهم كتير لان للاسف اخلاقهم سيئه جدا. وبعد حوالي 5 سنين امي ولادي افتكرتهم فجاه وحاولت تتواصل معاهم. ابني كان رافض تماما يرد عليها، اما بنتي بدات ترد عليها فقالت لها خلي ابوك يرجعني، انا كده كده اتجوزت بس طلع طمعان فيا وسرق فلوسي وسابني ومشي. بنتي بدات تضغط عليا اني ارجع امها وتتمرد على زوجتي الامريكيه، رغم انها فعلا كويسه جدا معاهم، وبتقولي لو ما رجعتش ماما انا هنزل لها مصر واقعد معاها. انا بصراحه خايف بنت تضيع، لان هي مش فارقه مع امها اصلا، هي امها بتستخدمها كورقه ضغط عليا. قولولي اعمل ايه؟ لصاحب المشكله. بالنسبه لحضرتك الحمد لله انك اعتزلت ما يؤذيك وحققت نجاح في حياتك، وتخلصت من علاقه سامه جدا ومريضه، لانه من الواضح ومن روايتك ان ام اولادك نرجسيه. اما بالنسبه لبنتك سيب لها حريه الاختيار، وقول لها ارجعي مصر عادي لو عايزه، وعمري ما همنعك، وهبعتلك مصاريفك عادي وكل اللي تحتاجيه. انما انا ما شفتش من مراتي حاجه وحشه عشان اطلقها، وما شفتش من مامتك حاجه حلوه عشان ارجع لها. وثقي ان بيت ابوكي مفتوح ليكي دايما وقت ما تحبي، ووقت ما تحبي ترجعي، والقرار قرارك وانتي اللي هتتحملي مسؤوليته كاملا.
ولو هي رجعت مصر يا ريت حضرتك ما تقطعش الود والاتصال بيها، وتطمن عليها من وقت للتاني، وهي بنفسها اللي هتطلب منك ترجع لك تاني، لأن لو حكمنا صحيح على شخصية والدتها من خلال كلامك فهي نرجسية. في الحالة دي هي مش هتلاقي منها أي فايدة، وهتبدأ تعاملها وحش وتتخلص منها. هي بس بالنسبة لها مجرد كارت ضغط ليس إلا. بس برضو بفكر حضرتك إن حكمنا كله قائم ومستند على روايتك أنت فقط، وطبعا حق الرد مكفول للأم والبنت حضرتك.